السلام عليكم اخواتي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اكلتنا اليوم اكله مشهوره جدا بالشارع التركي اللي هي طاووق بيلاو. وحتما كل انسان اجى على تركيا اذا ما اكل هي الاكله فاكيد لازم يكون شافها. تعالوا هلا نحضرها مع بعض ان شاء الله وبطريقه جدا سهله. عندي هون انا صدورة فروج رح انزل فوقهم بمي وفيره، لاني انا المي بدي استعمله بعد الاستواء للرز نفسه. رح انزل بالمنكهات اللي هي قرنفل، ورق غار، وفلفل اسود، وحطيت 3 معالق من مرقة الدجاج. هلا بعد ما استوى معي او غلى معي الدجاج رح اقش الرغوة تبعيته مشان ما يتم اي زنخة بالدجاج، وباستعمال خلة رح اتأكد انه الفروج عندي استوى من برا ومن جوا، لاني انا عندي الصدورة سميكة. اذا طلعت معنا الخلة او فيكم تستعملوا شوكة، اذا طلعت معنا هيك مثل ما كنتم شايفين بسهولة فخلص الدجاج استوى. هلا رح املح واستنى تقريبا شي 5 دقايق يدوب الملح، وبعدين رح اشيل الدجاج على طرف يبرد مشان ننتفه او مشان نشقفه، يعني مثل ما بتشوفوه انتو فوق الرز. والمي رح اشيلها كمان على نار هادية، بدي اياها تم سخنة لاني انا بدي استعملها للرز. وهلا بنجيب طنجرتنا العملاقة وبننزل فيها بالزيت ومنبلش نساوي الرز. بالنسبة للرز مثل اي رز طبيعي يعني بنساويه، وانا بطريقتي بحمص الرز زيادة. يمكن شفتوا قبل هيك، اذا كنتوا شفتوا لي فيديوهات بحمص الرز جدا منيح حتى تصير حبة الرز يعني مايلة للشفافة، بتصيروا بتحسوها صارت مثل القزيز. منحرك الرز كتير منيح، وبهون بهاي المرحلة بتحريك الرز يعني فينا اقولكن انه بهالكمية هاي ايدي ما عاد احس فيها. ليش؟ لاني تقيل يعني، والرز بصير بجبسن على بعضه. هلا راح اضيف فوقه الحمص وكمان اقلب كم تقليبه. طبعا انا هون الرز حركته تقريبا شي نص ساعة كاملة لانه الكمية كبيرة وبتاكل شغل. راح املح وراح اراعي انه في ملح تمت بالمي، يعني الملح راح استخدم ملح بقلب الرز قليل، انتبهوا لهالشغلة. هلأ هون راح اضيف المي. ومثل ما انكم شايفين هلأ راح انزل الاطراف واتأكد انه الرز كلياته صار بقلب المي. هون حسيت انه بده كمان شوية مي، حطيت له. هلا راح اغطي، وبهالمرحلة فيني اقولكم انه استوى الرز بعد 5 دقايق او 7 دقايق على التمام. شوفوا هالقوام ما شاء الله، الحبة واختها، يعني عن جد الطبخة طلعت رائعة. طبعا انا هي الطبخة بطبخها ل 30 شخص. وهيك كانت النتيجة الأخيرة. الرز جدا طيب، وعن جد الأكلة يعني لا تفوتكن. بتمنى أنه تجربوها وتعطوني رأيكم. شكرا على المشاهدة أخواتي، يعطيكم ألف عافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك وتشتركوا بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.